على طريقة إسماعيل بن ناصر، الجزائر تحاول خطف موهبة مغربية من أيدي المنتخب المغربي، والجامعة تتحرك لإقناع اللاعب باختيار المغرب. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهيا نبدأ. عاد التنافس مرة أخرى بين الجانب المغربي والجانب الجزائري بخصوص المواهب من مزدوجي الجنسية التي بإمكانها حمل قميص منتخب المغرب أو قميص منتخب الجزائر، هذه المرة مع موهبة تشبه كثيرا نجم نادي ميلان إسماعيل بن ناصر الذي ينحدر من أب مغربي وأم جزائرية، والذي اختار في نهاية المطاف حمل قميص منتخب الجزائر بدل منتخب المغرب بسبب التهميش الذي تعرض له من طرف في هذا الأخير. يتعلق الأمر باللاعب أيمن أورير لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني الذي يبلغ من العمر 19 سنة فقط، ويشغل مركز وسط ميدان هجومي، ومن أب مغربي وأم جزائرية تماما مثل قصة إسماعيل بن ناصر. أيمن قدم الموسم الماضي مستويات كبيرة جعلت نادي باير ليفركوزن الفريق الأول بقيادة تشابي ألونسو لتصعيده للفريق الأول وتسجيل اسمه مع لوائح الفريق الأول. يمتلك موهبة كروية كبيرة ويتوقع له مستقبل زاهر، ويعتبر من أفضل المواهب الصاعدة في ألمانيا. تقارير جزائرية أكدت في اليومين الماضيين أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحاول إقناع اللاعب الشاب بحمل قميص منتخب الجزائر، وتحاول إغراءه بأنه سيكون له مكان في منتخب الجزائر الأول، الشيء الذي جعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتحرك بسرعة هي الأخرى، وتحاول إقناع اللاعب ومحيطه الأسري بأن ينتظر اللاعب دعوة من أحد الفئات السنية للمنتخب الوطني المغربي. أما بخصوص اللاعب أيمن أورير ومحيطه الأسري فإلى حدود اللحظة لم يقم بإعلان اختياره النهائي بخصوص المنتخب الذي سيحمل قميصه.